بنبدأ ملخصنا مع يوان بنت يتيمة متجوزة بقالها 3 سنين من شياو رجل أعمال، وبتكون بتحبه لكن ولا مرة بيقرب منها ولا مديها حقوقها الزوجية، فقررت إن هي تحطله منشط جنسي وتقرب منه لكنه برضه بيرفضها، وبتكون مش عارفة هو ليه بيبعد عنها كل ده، وبتشوفه وهو بتخلص من رغباته الجنسية في البانيو في مية باردة، وبعدها بتشوف اللاب اللي بيكون مليان بصور أنرو بتكون أخته غير الشقيقة اللي أهله متبنيينها، وبيكون بيقعد على اللاب ده بالساعات وهي مفكرة اللي هو بيشتغل لكنه في الحقيقة كان بيتفرج على صور أخته اللي بيحبها في السر، وهنا بتنهار لما بتعرف الحقيقة وبنعرف إن هي كانت متفوقة جدا في دراستها، وإن أول مقابلة ليهم لما كانت ولا منحة دراستها في الجامعة، ومن وقتها فضلت على طول جنبه وكان أول راجل يهتم بيها وهي حبته وكان نفسها إن هو يحبها نفس الحب اللي هي حبته له. وسونغ بتكلمها صديقتها بمناسبة شغلها الجديد بتقولها خلينا نسهر واوعي تقولي لأ، فبتوافق وبتقول إن هي مش هتفضل قاعدة جنبه، لكن برغم كده إن هي بترفض إن هي تخونه مع أي واحد لأن عندها مبدأ. فهنا صديقتها بتقولها ده شياو جوزك هنا أكيد إن هو جاي يشوفك انت بتعملي ايه، فبتقرر اللي هي توريله مواهبها وترقص وتغري لكنها بتشوف غضب كبير جدا جوه عينيه، وبتقول هو أكيد غيران عليا ومتضايق اللي أنا عملت كده، لكن فجأة تلاقيه إن هو بيتجاهلها ورايح لحد تاني، وهي أنا رو اللي بتكون رجعت من السفر وإن هو متضايق لأن هي قاعدة في وسط شباب، وبقول لها انت ازاي تتصرفي كده، وبده ياخدها لكن بترفض وبتقول له انت من ساعة ما اتجوزت وانت سبتني ومش انت بتهتم بيا، وبيرفض اي حد يلمسها او بيضرب الشباب اللي هم كانوا معاها، وكمان واحد بيزقها فبتتخبط في الترابيزة وبيشيلها وبيكون خايف عليها وبيتجاهل مرته وبينساها، لكن الشاب اللي هو ضربه بيكون عاوز ينتقم منه فبيعرف ان دي مراته وبيضربها بالازازة ومش بيهتم بيها ولا بيبص وراه، وبتتنقل للمستشفى والممرضة بتعرفها إن صديقتها هي اللي نقلتها للمستشفى وفضلت سهرانة جنبها طول الليل وإن هي خرجت بس تشتري حاجة، فبتسمع من الممرضات وبتعرف إن شياو موجود في المستشفى مع أنارو عشان جرح صغير في إيديها لا يذكر، فبتكلم شياو وبتعرفها إن هي في المستشفى وإن هي تعبانة وإن هو يجي يشوفها، لكنه بيرفض وبيقول لها أنت كنت امبارح كويسة ونشيطة وبترقصي، دلوقتي بتتظاهري بالتعب عشان أجي أهتم بيكي، وبيقفل السكة ومش بيديها أي اهتمام لكلامها، وبيكون قاعد مع أنرو بيأكلها التفاحة اللي بتطلب منه بعد ما تخرج من المستشفى تروح تعيش معاه في البيت وطبعا بيوافق، وبعدها بتبعت الفيديو وهو بيهتم بيها لإيوان، وإيوان بتتضايق وبتقول إن هي مش هتفضل عايشة جنبه كده وبتضيع عمرها على الفاضي وإن لازم تقفل الصفحة دي، وبعد خروج أنرو من المستشفى بياخدها على البيت وبيسأل الشغالة فين يوان فبتعرفه إن هي مش رجعت البيت بقالها 5 أيام، فبيفتكر لما قالت له إن هي في المستشفى وإن كلامها ممكن يطلع صحيح قبل ما يرن عليها، بيلاقيها إجت واقفة قدامه، فبقولها كويس اللي انت جيتي ما انت كويسة اهو امال ليه بتظهري باللي انت عيانة، طب بقولك ايه يا ريت بقى تفضي غرفتك عشان أنرو هترتاح فيها وانت تقدري تاخدي غرفة تانية، فبتطلع تلم كده الحاجات اللي هو كان يجيبها لها في صندوق وبتقوله ان الغرفة فاضية والصندوق ده يقدروا الشغالين يتخلصوا منه لان انا مش عاوزاه، فبتطلع وبعدين بيشوف صورة زفافهم وبقول غريبة هي ليه عايزة تتخلص من حاجة عزيزة عليها زي دي الصورة، وتاني يوم على الفطار بنشوف الرومانسية شغالة ما بينهم وقاعدين جنب بعض وابتسامات من تحت لتحت، فيوان بتتضايق وبتقول ان هي شبعانة وبدها تمشي لكن أنرو بتوقفها بتقولها انا جايبالك هدية كاعتذار لان خدت غرفتك امبارح وفكرت كتير خالص مع شياو طول الليل اجيب لك هديتي، وشياو ياخد الهدية ويفتحها ويقدمها ليوان لكن يتفاجئ ان الصورة ديت تقليد، وهنا يوان تقولها إن هي مش محتاجة هدية من حد وبترفض إن هي تاخدها، وهنا بيقولها ما تزعليش منها أنا هعوضك بحاجة أحسن من دي كاعتذار عن اللي هي عملته، نتفاجئ بقى إن في مشروع هي شغالة عليه بقالها 3 شهور وخلاص في حفلة التوقيع بعد يومين، فبيسلم المشروع ده لأنرو على الجاهز، وطبعا يوان بتكون مقهورة على مجهودها اللي بيروح لعشيقة جوزها وبتفتكر امبارح لما رجع من الشغل ولقي أنرو نايمة على الكنباية فراح غطاها وقعد جنبها وكمان قرب منها وبسها، وهي زوجته بقالها 3 سنين وبتقرب منه وهو بيرفضها، وتاني يوم بعد انتهاء حفلة التوقيع بيكون حاطط ايده في ايد أنرو وهي جاية وراهم وان مش بيديها اي اهتمام، وأنرو هنا بتقولها انت عاوزة تعرفي ايش يا واداني ليه المهمة دي عشان بس الخبر المنشور على المواقع واللي انت سارقة المشروع ده، فبتضربها بتقولها انت سبب في نشر الاشاعات دي وده كان مجهودي وانت اخدتيه مني، لكن الشيو مش بيستحمل الكلام
والكلام ده وبيضربها وبيقول لها إن مش في حد متقبلك وإن الناس مش عاوزة تتعامل معاكي. فبعد اللي حصل ده اجى اليوم خلاص اللي هي هتمشي فيه، لكن قبل ما امشي لازم ارد لك كل جنيه انت صرفته عليا. لكن قبل ما بتعمل كده بتلاقي نفسها مخطوفة، وبنشوف أنرو كمان بتتخطف من قدام الشركة، والمجرم ده بيكون عاوز ينتقم من الشياو بسبب خلافات في الشغل، وقرر اللي هو يخطف أعز اتنين عنده، زوجته وأخته حبيبته. وبيكلم هنا الشياو وبيوريله الاتنين وبيقوله يا ترى هتختار مين فيهم ولا هتعمل ايه. فبيكون كل كلامه واهتمامه بأنرو ومش مدي اهتمام خالص ليوان، وبيقدر يحدد المكان وبيجي وبينزل ضرب فيهم زي شجاع السيما. شفت رشدي أباظة زيه كده بالظبط وبدي تحت الحزام، وبيكون ده كله عشان ينقذ أنرو، وبيكون ناسي يوان زوجته اللي بتنادي عليه وبتفكره بيها. لكن هنا أنرو بتقوله أنا كنت خايفة إني ما أشوفكش تاني، فبياخدها وبيمشي وبينساها وهي بتفضل مع المجرمين. فبتضرب المجرم وتديله كشاف في وشه وتفتح الباب والعربية ماشية وتيجي نطة منها، وطبعا بتتنقل على المستشفى فورا وتفتح عينيها قالت تلاقي شياو قدامها واقف مع الدكتور وبيطمنوا عليها وبيقوله ان هي حصل بس في جسمها شوية كدمات مكان الوقعة، وبقول لها ارتاحي ما تقوميش. فبتقوله فين الحنية دي، ما اهتمتش بيا ليه وانقذتني. فبقول لها ان انرو كانت تعبانة وكانت خايفة وكان لازم ينقذها هي، وبقول لها ما تخافيش انا هعوضك عن كل اللي حصل ده بهدية كويسة جدا. فبتضايق جدا من كلامه وبتقوله انت بتقول ايه. فبقول لها هستناكي لما ترجعي البيت، وبيسيبها وبيمشي. هي بترجع البيت وبتلم كل حاجتها وبتاخد كمان صورتها هي لوحدها بس، وبتقرر خلاص ان هي تقفل الصفحة دي وان هي لازم تمشي. لكن قبل ما امشي لازم اعمل حاجة مهمة، وان هو اكلم انرو واخليها تيجي تقابلني في المكتب، وبكون مجهزة معايا اوراق الطلاق وموقعة عليها. وبتطلب منها ان هي تديها الاشياء وتخليه يوقع عليها، وإن هي لازم تعمل كده عشان تقدر تحصل على شياو لأنه بيحبها بقاله سنين وبتوريها الصور، وإن هو كان على طول قاعد بيتفرج عليها بالساعات وإن هو بيحبها في السر. وبتقولها ما تنسيش بقى تخليه يوقع على ورق الطلاق، أنا وقعت عليهم وسبتهولك خلاص. وبتقرر اللي هي تطلع من البوابة وكأنها بتدخل في حياة جديدة. لكن شياو يفاجئها ويبعت لها صور خواتم الجواز اللي كان نفسها فيهم ونفسها تلبس خاتم جواز اللي كان بتعمل له حظر من كل حاجة. هو بيقول إن هو هيصالحها بإن هو هيقدم لها خواتم الجواز ويلبسوهم زي ما كان نفسها. فبنتنا ما بتبصش وراها وبتفضل مصرة على قرارها. من الناحية التانية بيرجع البيت وبيشوف إن هي شافت الرسالة وما ردتش عليه، فبيفتكر لما كان بيبقى قاعد بيتفرج على صور حبيبته وهي تبعت له رسائل كتيرة وهو ما يردش عليها ويتجاهلها. فبيدخل البيت فبيلاقيها مش موجودة زي عادتها لما كانت بتكون قاعدة على الكنباية، كانت بتكون مستنياه وبتقابله بابتسامة كلها شوق ومحبة، لكن هو بيصدر لها الوش الخشب. فبيدخل غرفتها مش بيلاقيها فيها وبيلاقي حاجتها ناقصة وإن هي واخدة كل هدومها، وبيشوف بس الهدايا اللي هو كان جايبها موجودة. فبيكلم المساعد وبيطلب منه يتواصل مع سونغ ويشوف إن يوان عندها ولا إيه، لكن بيقوله إن هي مش موجودة عندها. فبيحاول يكلمها بيلاقي التليفون مقفول، فالمساعد بيقوله ابعت لها رسالة. فبيلاقيها إن هي عاملة له حظر وبيقول هي هتكون راحت فين، أكيد عند صديقتها سونغ، لأن في العادة يوان لما بتتضايق منه بتاخد شنطة هدومها وتروح تقعد عند صديقتها سونغ كام يوم لأن هي يتيمة وما عندهاش أهل. فالمساعد بيعرفوا إن مفيش حد في البيت وإن هي مش موجودة، فبيتعصب وأنرو بتدخل وتقوله أنا عندي معلومات عنها، وبتيجي وتقوله ما كنتش أعرف اللي أنت بتهتمي بيا كده للدرجة دي. فبقول لها يا إيوان فين، فبتقوله بص هي وقعت على ورق الطلاق ومش فاضل إلا توقيعك. فبيرمي أوراق الطلاق وبيكون متضايق. فبتقعده وبتقوله ما كنتش أعرف اللي أنت بتحبني كده في السر من زمان، أنا كمان كنت معجبة بيك بس مش كنت قادرة أتكلم، وإحنا دلوقتي خلاص هنكون لبعض بعد ما هي طلبت الطلاق ولازم توقع على الأوراق دي وبعدها نتجوز. فبقولها إحنا إخوات وما ينفعش. قالت له إحنا مفيش بينا صلة دم، أنا مجرد بنت أهلك اتبنوها، يعني أنا مش أختك شقيقتك، ولازم اللي إحنا نتجوز عشان أنت بتحبني وأنا كمان معجبة بيك. وبيوافق على كده. تاني يوم بيشوفها وهي في المطبخ وبيفرح إن هي طبخاله، لكن يتفاجئ إن هي طالبة ده كله دليفري من بره، وإن هو في طبيعته إن هو ما بيحبش الأكل من بره وبيحب الأكل الصحي البيتي،
لدرجة إن المشروب بيكون كمان دليفري. فهنا يفتكر عليه أيام يوان لما كانت بتهتم بيه وبصحته وبترفض إن هو يشرب الشاي كده على الريق، وإن هي كانت على طول بتعمل له الأكل بإيديها والمشروبات، وإن هي كانت على طول بتهتم بصحته. وبنشوفها هو واخد أنرو للمتجر عشان يجيب لها اللبس اللي هي نفسها فيه، لكن بنشوفها بتشيل إيديها من إيده وبكون مش عاوزة حد يلاحظ إن في ما بينهم علاقة. وبعدين بيقعد وبيفتكر يوان لما كان بيجي معاها وكانت بتاخد رأيه في أي حاجة هي بتختارها، وكان كمان مش بيديها أي اهتمام، وإن هو مش كان بيعجبه ذوقها، وإن هو كان بيطلع بطاقة الائتمان عشان تجيب اللي هي عاوزاه ويسيبها ويمشي ويقول لها ابقي حسّني اختيارِك بعد كده. وكل الموجودين وبنشوف المساعد اللي بيبقى جاي مقطوع نَفَسه وشايل كمية شُنط كبيرة، وباقول له الست يوان ما كانتش بتعمل ده كلّه، كانت بتروح وبتجيب هي حاجتها بنَفْسها، أنا كده عندي ساعات عمل أطول ومجهود كبير جدًا. فباقول له شكلك عاوز زيادة مرتّب والّا إيه؟ وفجأة معدته بتتعبه، وبيكون عنده سوء هضم لإن معدته تعباه وآكل أكل delivery مش صحّي. والمساعد أول ما بيشوفه بيقول له أنت أكيد شربت مشروب القهوة الساقع لأنه بيتعب لك معدتك، وبيديله الدوا. هو بياخد منه الدوا وبيقول له أنت عرفت من فين؟ بيقول له زوجتك مدياني تقرير صحي عنك عشان أهتم بيك وبصحتك وإن هي بتخاف عليك. وبعد كده بنشوفه مع أنرو اللي عمالة تختار في لبس وعمالة تنسق الألوان مع بعضها، فبيقول لنفسه إن هو كان بيتحرج مع يوان لما بيخرج، ولكن دي فاهمة هي عاوزة إيه وبتعمل إيه. وبيفتكر الابتسامة بتاعته دي ابتسمها إمتى أول مرة لما شاف فيها يوان، أو بيفتكر لما اتعينت عنده أول يوم في الشركة وكان مبسوط بيها. وبعدين بنشوف دي وهي مهتمية بالاكسسوارات والذهب، وشياو المفروض يروح على الشركة عشان عنده اجتماع، لكن أنرو أول ما بتسمعه بتقوله أنت وعدتني اليوم ده كله يكون ليا. طب خلاص بعد ما تخلص شغل احنا هنروح نسهر الليلة وأعرفك على صحابي، نفسي قوي إن انت تشوفهم ويتعرفوا عليك. ونشوفهم وهم سهرانين وهو بيهتم بيها، وأصحابها قاعدين وبيقولوا هي ازاي قادرة تسيطر عليه كده برغم إن هو متجوز، فبتسمعهم وبتصغر ليهم بعينيها. هو بيهتم بيها وبيمسح لها بقها. وبعدين بيجيله مكالمة تبع الشغل وبيضطر إن هو يخرج كده شوية، فبتعرف صحابها إن هو دلوقتي هو وزوجته متطلقين وإن هو بقى ليها لوحديها. فبيقولوا لها طب انتوا هتعلنوا علاقتكم ولا ايه؟ قالت لهم لا مستحيل أعمل كده عشان أفضل بنت عيلة شين الأكبر، وإن أنا كمان ما أخسرش المعجبين اللي حواليا. وبعدها بنشوفه وهو جاي وبيكون وشه متغير وبيكون خايفة إن هو يكون سمع أي حاجة، وبيرجع من الشركة هو وأنرو يتفاجئ بوالده ووالدته موجودين عنده في البيت وبيسألوه عن زوجته يوان. فقبل ما يتكلم أنرو بتقول لهم إن هي مشغولة الأيام دي وإن هي في سفر تبع الشغل، وبيقولوا لشيء نفسنا نشوف حفيد إحنا وجدتك. وكمان بيقولوا لأنرو إن هي كبرت وبقت عروسة وإن في مجموعة من الشباب لازم تشوف الصور بتاعتهم عشان تختار عريسة، وهي بتوافق وهو بتصدم لما هي بتوافق على إن هي تتجوز. فيتفاجئ بالليل واحدة نايمة له على السرير لابسة أحمر وبورد أحمر، فيقول لها أرجوك اخرجي بره عشان أنا عاوزة أرتاح. فبتقول له أنا عايزة أقضي وقت معاك لأن أنا بحبك وأنت بتحبني. فبقول لها خلاص بدل إحنا بنحب بعض لازم نكشف علاقتنا واللي إحنا لازم نتجوز. فبتقول له ما ينفعش اللي إحنا نكشف علاقتنا لأن إحنا قدام الدولة دلوقتي إخوات قانونيا وما ينفعش لينا أي جواز، ولازم نخلي علاقتنا في السر ونفضل سوا. فبقول لها يعني أنت عاوزة تكوني العشيقة مش ده اللي أنت عاوزاه؟ وبعدين بيتضايق منها وبيقول لها اللي انت واحدة أنانية وطماعة، انت سبب في ان مراتي تسيبني لان انت عاوزة كل حاجة لوحدك، مش عاوزة تظهري علاقتنا عشان تكوني انت البنت الأكبر لعيلة شين، وعاوزاني أكون أنا لوحدي ليكي عشان اهتمامي كله يكون ليكي. أنا هرجع مراتي. فبتقوله ما تنساش اللي انت اللي خليتها تسيبك، ده انت أنقذتني من المجرمين وسبتها هي ليهم، عاوزها تكون معاك ده انت مش بتهتمي بيها. فبيخنقها وبيقول لها أنا هوريكي أنا هرجعها وانت هرجعك من بكرة لبيت العيلة، وان مفيش أي علاقة ما بيننا غير علاقة الأخوات وبس. وبعدين بنشوفه بيأمر المساعد بتاعه يعرف مكان إيوان فين، وبفتكر لما كانت إيوان موجودة وبتهتم بيه وإن هو كان هاملها ومش كان شايف اهتمامها بيه، وإن هو السبب في إن هو يخليها على طول هادية وإن هي ساكتة، وإن هي كانت عكس كده وكانت نشيطة ومرحة. وبعدين المساعد بيجي وبعرفه إن هي في جزيرة مالديف، فبيأمره إن هو لازم يعرف هي نازلة في فندق إيه. وبيفتكر إن هما بعد جوازهم كان حلم حياتها إن هما يقضوا شهر العسل في جزيرة مالديف، لكن يجي يوم السفر في آخر لحظة ورفض إن هو يسافر لأن ما عندوش مزاج وإن هو يعوضها لها مرة تانية برغم إن هي كانت لما الشنط خلاص. وبيكون قاعد وماسك خاتم الزفاف وبيقول إن هي أكيد هتسامحني وهترجع معايا. فهنا المساعد بيجي وبعرفه إن هو مش قادر يوصل لمكانها، فبقول له يوصل مكانها عن طريق بطاقة الائتمان هي أكيد بتستخدمها. فبعرفه إن هي حولت المبلغ كله لحسابه وإن هي سابت كمان
كل المجوهرات للأنسة أنرو، واللي انت وقعت خلاص على ورق الطلاق وإن أنرو وثقتها في المحكمة. فبيقرر اللي هو يعاقب أنرو، وبيكلم والده وبيقوله إن هو هيجي يختار العريس لأنرو المناسب، وبيسافر للمدينة لوالده وبيقعد وبيقول إن أنرو لازم تتجوز في أسرع وقت، وبيختار ليها الشاب المناسب، وبيكون الشاب ده أقل طبقة اجتماعيا في العرسان، وبيقول له إن ده مناسب ليها وإن هي لازم تتجوزه. وهنا بيوافق العم وبيقول إن هو شاب طبقة متوسطة لكن محترم، لكن هي بتجري وراه وبتحضنه وبتقول له أرجوك سامحني وإحنا نرجع لبعض تاني. فبقول لها يعني هنتجوز ونعلن علاقتنا، وبكون عاوز ياخدها ويروح يعرف والده، لكن هي بترفض وبتقوله إن علاقتهم اتدنها في السر. لكن هنا بيقول لها لازم تعرفي اللي إحنا مفيش علاقة ما بيننا دلوقتي غير الإخوات وبس، وإن هو هيرجع مراته. وأخيرا بنشوف إيوان وسونغ بتسافر ليها وبتكون حزينة جدا عشانها، وبتقول لها إن أكيد السيد شيا دلوقتي مفتقدك وإن هو بيدور عليكي. فبتقول لها إن السيد شيا إن هي كانت بالنسبة له جزء صغير خالص في حياته، وإن هي دلوقتي مش شايفها لأن هو على طول مشغول بحياته وبأنرو دلوقتي. فجأة تليفونها بيرن وسونغ بتقول لها مين ده عرفيني، فبتحكي لنا الحكاية ونعرف إن يوان دخلت في علاقة جديدة مع شاب اسمه تشانغ، وبنعرف إن هي كانت في يوم في ملهى ليلي وبتشرب. وقتها شافت تشانغ كان عاجبها جدا لأنه وسيم، وحبت إن هي تتعرف عليه وطلبت منه إن هي تدخل معاه علاقة عابرة كده لمجرد ليلة. ووقتها هو رحب جدا لأنه كان معجب بيها ووافق وخدته معاها على الفندق. وبعدين تاني يوم قالت له إن هي معجبة بيه وإن هي ممكن تطلبه تاني. وقتها ابتسم، وكمان لما هي طلعت بطاقة الائتمان وبتعرض عليه مبلغ حق الليلة وبيوافق وبياخد منها المبلغ وبقول لها تمام كده احنا متعادلين وهتلاقيني وقت ما انت عاوزة. هو كمان بيسيف ليها رقمه، وهي بتكون معجبة بيه جدا وبتتمنى لو يكون عندها ولد منه. تاني يوم بتشوفه وبتقوله انت بتراقبني ولا ايه؟ فيقول لها ما تنسيش اللي احنا في مدينة سياحية وجايز جدا نتقابل في اماكن كتير يا ايوان. ووقتها بتقرر اللي هي تقضي معاه نفس الليلة دي وتجربها من تاني، وبعدها بتمشي. وبعد كده بيكلم المساعد وبنعرف ان تشانغ ده رجل اعمال غني، وبيطلب وقتها من المساعد انه يجيب له كل المعلومات عن مرات شياو، وبيكون عارف ان شياو ويوان متجوزين. ويوان كانت متفقة معاه ان هما يتقابلوا بعد اسبوع، لكن هو مش قدر يصبر وفضل ماشي وراها وقابلها وقال لها ان هو موجود هنا على طول وان هو لقاها بالصدفة. يعني انت مش بتدور عليها ومعجب بيها. ونعرف بقى ان هو معجب بيها من زمان، وكان موجود يوم حفلة التخرج بتاعتي في الثانوية وكان عاوز يتكفل بكل مصاريف جامعتي، لكن شياو كان سابقه بخطوة. فصنغ تقول لها ياه يا بنتي ده انت حكايتك طويلة قوي، حكايتك حكاية، بس هو ده العوض اللي بيقولوا عليه بعد الأيام السوداء اللي انت شفتيها مع شياو وعشتيها معاه. وشياو بيكون قاعد عمال يعيط وبيقول أنا اللي ضيعتها من إيدي، وإن كان على طول بيبص حواليه ومش شايفها وهي جنبه وبتهتم بيه وكان بيبص بره. وبعدين المساعد بيكلمه بيفرحه بإن هو لقي عنوان يوان أخيرا، وبيسافر فورا وبيكون مشتاق للحظة اللي هيشوف يوان فيها ويلبسها الخاتم. لكن يوان بتكون عاوزة تعرف سونغ على تشانغ حبيبها، لكن أول ما بيجي بيسها كده والتاني بيجي ويشوفه ياخد الصعقة في قلبه والخاتم يقع ويجري ويقول له انت بتعمل ايه دي زوجتي. ويشد هوان من ايديها ويقول لها ازاي تتجرأي تعملي كده، انت عاجبك اللي انت تتمسخري مع واحد تاني؟ ده كله بتعملي عشان تهنيني. فالتاني يشد ايده منها ويقول له خلينا نتعرف الاول يا شياو، لكن شياو مش بيرضى يسلم عليه. هو بيقول له طب تمام دي حبيبتي واحنا قريب جدا هنتجوز، اللي انا عرفته اللي انتوا اتطلقتوا. فهنا بيترجاها وبيقول لها احنا نرجع لبعض انا اسف ارجوكي. فبتقول له ما عادش في حاجه تربطنا سوا، انت ناسي اللي احنا متطلقين وانا دلوقتي لقيت شريك تاني في حياتي بيحبني زي ما انا بحبه. فبقول لها مستحيل اسيبك اللي انت تتجوزيه، انت الي انا. وسانغ تشمر ايديها وتقول له لو عملت اي مشاكل ليها انا هديك كشافين في وشك انت فاهم. ويوان تقول له مش انت عاوزه اشوف وشك تاني ولا تزعجني. هو تاخد تشانغ وتدخل الفندق ويجي بده يدخل صنغ تمنعه. فيقول لها ما تقدريش تمنعيني لان انا حاجز هنا، وبيوريها الحجز يعني انا هدخل. غصتني حاسه بيكي يا صنغ، عايزه تدافع عن حبيبتك صديقتك.
هو تشانغ بيكون بيكلم يوانا عن مشروب الشاي هنا وجماله، لكن فجأة ده يدخل ويزعق ويقول دي زوجته وإن هو لازم يتكلم معاها ويشدها من إيديها. تشانغ بده يروح يتكلم فسونغ تطلب منه إن هو يهدى شوية، وهنا يوان مش بتسمع لكلامه خالص، وبتقوله أنت كنت فين لما أنا كنت جنبك، فبيكون عاوز يبصها فبتضربه، فبيقول لها أنت بتخلي راجل غريب يلمسك وأنا مش مستحملاني اللي أنا أقرب منك، فبتقوله أنت كنت فين طول السنين دي وأنا جنبك، أنت كنت بتروح تنقذ واحدة تانية ورغباتك كلها عشان واحدة تانية، لكن أنا زوجتك اللي كنت مستنية حبك ليا مش قدرت تديهولي لأن أنت كنت عاينه لواحدة تانية بكل رغباتك. وبعدين تشانغ بيجي ياخدها من إيده، وبعدين نشوف يوان وهي عمالة تدرس في مشروع هي عاوزة تفتحه، لكن تشانغ بيكون مش مستحمل وعاوزها إن هي تتكلم معاه وعمال يعاتب فيها، وبتقوله أنا مش فاضية عندي شغل، فبيقرر اللي هو يساعدها ويدرس ليها المشروع، فبتكون عاوزة تفتح كافيه وبتحلم إن هي تكون الإدارة بتاعتها هي. وهنا بيشوف ده وبيحط إيده على قلبه وبيقول أنا اللي ضيعتها، أنا اللي مش حسيت بيها، أنا اللي دمرتها ودمرت حياتي معاها، وبيمشي وراها زي المجنون في كل حتة، وكل أمنيته إن هي تسامحه وإن هي ترجع له، لكن هي بترفض وبتكون في متجر وبعلي صوته قدام الناس وبقول لها إن تشانغ ده مش بيحبك وإنه هيزهق منك وهيسيبك في خلال يومين، فبتيجي واخداه كده عشان ما يعملهاش فضايح في المكان، وبتقوله إنه ملوش دعوة بعلاقاتها وإن هم خلاص صفحة واتقفلت ما بينهم، فبقول لها ده كله عشان الفترة القصيرة اللي انت قضيتيها مع تشانغ، بكرة هيزهق منك وهيسيبك صدقيني. لكنها بتوريه صورة التخرج وبتقوله إن هو عارفني من اليوم ده وكان عاوز يتكفل مصاريف دراستي، لكن انت كنت سابقه بخطوة واحدة، وبعدين اتجوزنا عملت ايه؟ كنت على طول بتأذيني وعمرك ما شفتني، ورحت حبيت واحدة تانية كنت عايش ليها وعمرك ما عشت عشاني. وبعدين بنشوف تشانغ اللي بيجي وبيكون مشتاق ليها جدا، وبقول لها انا مش قدرت استنى لما انتي تيجي، قلت اجيلك انا ومحضر لك كمان مفاجأة، وبعرفها على رجل الأعمال الكبير شي اللي بيكون شبه بنك متنقل، وإنه هيدعم ليها المشروع بتاعها وبيديها الكارت بتاعه، وكل الموجودين بيحسدوها إن هي قدرت تحصل على الكارت ده منه. ونشوف شياو جايب سويرة ليوان عشان يصالحها بيها، وبتكون سويرة عادية جدا، وبيكون حاطط في دماغه إن هي بتحب الحاجات العادية الرخيصة. أما تشانغ بيجي وبيكون جايب هدية مميزة ونادرة معمولة يدويا مخصوص عشان خاطر يوان، وهنا بقول لشيو بقى إن الست النادرة لازم يجيلها حاجة غالية ونادرة زيها. يسلم فمك يا ابني، الستات والبنات كلهم بيحبوا الحاجة الغالية، فبيفتكر لما كان جايب سلسلة ياقوت أحمر ويوان افتكرتها ليها لكن كان جايبها للسلعوة التانية ونتشتها من ايديها، وطبعا وقتها مش كان ناسي يوان، عيب ينساها دي زوجته، كان جايب لها سويرة رخيصة كده تعمل لها 20 جنيه يعني، ووقتها خدتها وسكتت فافتكرها ان هي بتحب الحاجات الرخيصة يا واطي. ووسط ما هو قاعد عمال يبكي في نفسه وندمان، هي بتكون بتقضي أحسن لحظاتها مع تشانغ وهو يرن عليها، فتشانغ يفتح السبيكر وهو قاعد عمال يعتذر منها وبترجاها ان هي ترجع له، فتشانغ يمسك التليفون ويقربه منه وهو مع ايوان، هو بيسمع الصوت ويقول له يا واطي بتعمل ايه معاها، ابعد عنها يلا انا جاي إلك انا هقتلك، وبياخد العربية وبيسوق وهو سكران ومش شايف قدامه وبيعمل حادثة، ورجالة تشانغ يتكلموا وتقوله ان هو عمل حادثة من غير ما نلطه ولا نعمل فيه اي حاجة يا باشا، وبعدين يروح له المستشفى ويقول له ده عقابك على اللي انت عملته مع يوان، بس لحسن الحظ اللي انت ما متش يا اخي ولسه عايش، بس عارف كده احسن وهستمتع وانت موجوع في كل لحظة وانت شايفني مع حبيبتك اللي هي حبيبتي من زمان وانت خدتها مني وهتفضل معايا وهتجوزها، وده بيكون عاوز يمسكه ويقتله لكن مش قادر المسكين، ويقول له هخليكم انتوا الاتنين تصرخوا من كتر الوجع اللي فيكم زي كده، ويتك على صدره وهو متكسر في بعضه، ويقول له مع السلامة بقى يا صاحبي اشوفك في الفرح، يخبطوا على رجله كياد قوي. وبعدين انرو بيتكلموا وبتقول له انقذني ارجوك انقذني، اللي انا اتجوزته ده طلع متوحش نزل فيا ضرب، ارجوك انقذني وانا موافقه ان احنا نرجع لبعض ونتجوز، فبقول لها سامحيني مش هقدر اجي وانقذك، وبكون مش قادر يعمل اي حاجه وشايف ان هو خسر كل حاجه، وفعلا المساعد بيجي وبقول له ان مجلس الاداره كلهم اجمعوا ان هما لازم يفصلوك عن منصبك، ووالدك عارف بالقصه ودخل المستشفى وحالته اتدهورت، وان هو ممكن يتحبس بسبب ان هو ساق وهو سكران مش في حالته الطبيعيه من شهر ل6 شهور، وكمان السواق بيقدم استقالته. وبعدين بنشوف بنتنا يوان اللي حققت حلمها وبقى ليها كيانها وفتحت كافيه كبير جدا وبقى عليه اسمها،
وتشانغ بيكون واقف جنب حبيبته بدعمها خطوة بخطوة لعند يوم الافتتاح، بيكون شياو قاعد ومش في ايده حاجة غير ان هو يتفرج عليها على التليفون وبس. بعدين بنشوف تشانغ اللي بيكون محضر ليها مفاجأة وبقولها تعالي عشان شغل مهم جدا، تتفاجئ بيه بمكان رومانسي وورد، وهي بتكون متفاجئة باللي بيحصل معاها، حاجة كان نفسها تعيشها من زمان، وكان نفسها تعيش قصة حب وحد بديلها المشاعر اللي هي حساها مع الشخص اللي هي معاه. وتشانغ بيركع على رجليه تحت رجليها وبقول لها كان نفسي في اللحظة دي من سنين، وأنا بتقدم ليكي وبقولك اللي أنا بحبك ونفسي أتجوزك. وبتوافق وبكون ده عوضها بعد قصة فاشلة مأساوية مع شيا، وبكون ده العوض اللي كل واحدة نفسها إن هي تلاقيه بعد قصة حب فاشلة. وبكده نكون خلصنا ملخصنا، استنونا في ملخصات تانية كتيرة أحلى، مع السلامة.